السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الطنجيه ديال الدجاج البلدي. غادي نديرها غير في الدار، غير فوق البوطه. نتمنى انها تعجبكم هذه الوصفه. هنايا عندي الطنجيه، الا ما كانش عندكم تستعملوا الكوكوط عادي. وهنايا عندي الدجاج البلدي اللي شديته غسلته مزيان ونقيته، خليت ليه الجلده ديالو. غادي نديرو هو مباشره في الطنجيه. هنايا عندي نص دجاجه، مي هاد الدجاج تبارك الله راه كبير. هنا عندي شويه ديال الزعفران الحر اللي رقدته في كاس كبير ديال الماء. بما انني غادي نطيبها غير فوق البوطه، يعني ماشي في الفران، غادي تشرب لينا الماء، ماشي كي بحال ملي كيكون في عند الفرناتشي ولا في الفران ديال الزنقه. هنايا الزعفران الحر شديته ورقدته هنايا في الماء شويه يكون سخون. هنا عندي واحد الراس ديال الثومه اللي خليتها هكايا بالقشور ديالها، غادي نضيفو. عندي واحد الحامضه، نص حامضه، سمحوا لي، نص حامضه مصيره غادي نديرها حتى هي. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال السمن. وغادي ندير تقريبا واحد نص كاس ديال الزويته البلديه. بالنسبه للطريه غادي ندير مليحه واحد شويه، حيت السمن عندنا مالح والحامض حتى هو عندنا مالح. وغادي ندير الكمون اللي هو المكون الرئيسي ديال الطنجيه، بحال معلقه كبيره ونص. صافي دابا غادي ندير الماء اللي رقدت فيه الزعفران، ندير حتى هاد الزعفران، ما غاديش نرميه. صافي هادو هما المكونات ديال الطنجيه. كما ما كتشوفوا انا غير زدت فيها شويه ديال الماء زايد، حيت كما قلت لكم غادي نطيبها فوق البوطه، ما غاديش نطيبها في الفرناتشي اللي تيديروا غير واحد الكويس صغير هكا ديال كاس العنبه، تيديروا فيه الماء وتيديروا فيه الزعفران الحر. انا غادي نطيبها فوق البوطه، داكشي علاش زدت ليها شويه ديال الماء، خصوصا انني غادي نسد عليها وما غادي نعريها لها حتى تكون طابتي ان شاء الله. صافي غادي ندوز دابا باش غادي نلويها معكم الطريقه اللي كندير ليها انا وكيديروها عامه جميع المغاربه اللي كيطيبوا الطنجيه في ديورهم اولا في عند الفرناتشي. هنايا خيط ورق ديال الطبخ وبابي الومنيوم، وعندي هنايا الخيط، تقدروا تستعملوا الخيط ديال الطبخ، انا ما بقاش عندي. صافي كناخذ هذا الورق ديال الطبخ على القد ديال الدواره ونشيط واحد شويه. باش غادي نزير عليه مزيان، غادي نزيد البابي الومنيوم. غادي ناخذ الخيط وغادي نحزمها. على هكا هاد الجناب هادو ديالها مزيان باش متنفسش لينا من هنايا من الجناب. غادي ناخذ واحد القطيف
وغادي ندير لها واحد الفتيحه هنايا من الفوق. تاكد بان البابي الومنيوم والبابي كويسون بجوج بهم مفتوحين صافي. وغادي نحركها هكا باش يتخلطوا لي العناصر. صافي وغادي نديرها فوق البوطون، نقص عليها البوطون نخليها تطيب على خضرها تقريبا. انا غادي ندير لها واحد الساعه، ومن بعد تنحركها تنشوف الا باقي فيها الماء، كنزيدها عاوتاني شويه ديال الوقت حتى كطيب ليا مزيان. ومن بعد ملي كنبدا كنحركها كنحس غير بالدجاج اولا باللحم هو اللي يعني شربات هذيك المريقه اللي فيها. صافي ديك الساعه كنطفي عليها، مي غالبا فوق البوطه على نار مهيله غادي تاخذ واحد الساعه وربع. هنايا راني درتها فوق البوطه كما ما كتشوفوا. مازال غادي نقص عليها الشعله وغادي نخليها كطيب على خطره. طنجيه بالدجاج ها هي وجدات كما ما كتشوفوا، راه باقيه مسدوده. يلا حيدتها من فوق من البوطه وغادي نقدمها معكم كما ما غادي تشوفوا. الصراحه غير جربوا هذه الوصفه، كتجي بنينه بنينه بزاف. الطريقه سهله، وها نتوما كما ما شفتوا كاينه الامكانيه اننا نطيبوها في الدار اذا ما كانش متوفر عندنا الفران ديال الزنقه وما تمكنتش لينا نطيبوا فيه. المهم كما ما كتشوفوا انا فتحتها قدامكم. انا عزيز عليا شويه نخلي فيها هكايا الروا. صافي كون خليتها بردات مازال كانت غادي تشرب شويه، ولكن انايا قدمتها مباشره، يعني غير عريت عليها صافي وانا نقدمها. كتجي المريقه ديالها واخا راها شويه هكايا زايده، ولكن راه كتجي عاقده الصراحه زوينه وبنينه. نتمنى انكم تجربوها لكم ولضيافكم ولوليداتكم، وان شاء الله غادي تعجبكم بهذه الطريقه، خصوصا الا درتو فيها الدجاج البلدي. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليت لكم راحه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.